في هاي البنية ما يريد حتى لا متزوجة، لا مخطوبة، لا مرتبطة، لا جايتها قسمة، لا رايحة، لا باقية. للأسف هذا كلام هواية من الناس المتخلفين اللي للأسف بيكثر يوم بعد يوم. مجرد ما شافوها بأمان الله قاعدة ببيتهم رأسا أطلقوا عليها أحكام لا صحة لها. رأسا هاك شوف قاعدة ببيتهم تنتظر واحد يجي يستر عليه. أنا عن نفسي أشوف هاي البنية هي بنية قوية عكس ما يحجون عليه. البنية اللي ما تسلم نفسها لأول شخص أو عريس يدق الباب مباشرة هاي بنية قوية. صح راح تنتظر، لكن راح تنتظر الشخص الصح، الإنسان اللي فعلا يستحقها، الإنسان اللي فعلا راح يقدرها، اللي راح تعيش وياه سعيدة. قوية لدرجة ما راح يهمها القيل والقال، وفلان حكى وفلان قال وفلان من القرايب فلان من الجيران فلان، ما يهمها. اللي يهمها فقط انه هي لازم تخطط وتختار صح في سبيل انه تعيش حياة صح. تنتظر العريس الصح، تنتظر الوقت الصح، تنتظر يجيها رجال وليس ذكر فقط. وطول ما هي ملاقي هذا الإنسان ما راح تتنازل، ما راح تتنازل، لأن والله المجتمع أو الأشخاص اللي حواليها رايدين يفرحون بيها بعرس. يكفي هي اليوم تكون فرحانة بقوتها، يكفي هي اليوم فرحانة أنه عندها عقلية تفكر بهاي الطريقة. يكفي هي اليوم لما تختار تلبس الأبيض تلبسه ويا إنسان صح، وبذيك الفترة من راح يتحقق شروط الإنسان الصح بالنسبة إلها أنا راح تفرح الفرحة الصح. فبلا أحكام. اليوم لا تحكي على شخص والسوء الظن بيه وإذا أنت ما تعرف هو جاي يفكر، ما تعرف شنو هو وضعه، ما تعرف هو شنو مخططاته، ما تعرف هو شنو اللي يريده. دع الخلق للخالق. أنت ما لك علاقة اليوم، لا تدخل نفسك بأشياء أنت ما تعنيك وبس.